السلام عليكم. في ناس بتحب القهوة جدا وفي ناس تانية كتير بتحب الجبنة، بس يا ترى فكرت مرة تحط الجبنة على القهوة؟ للوهلة الأولى أي حد هيسمع الكلام ده هيجيله نفس الصدمة اللي جت لرشدي أباظة لما شاف القلم في الكفتة. قلم في الكفتة؟ وده لأننا آخرنا لما نيجي نحط أي حاجة على القهوة بنحط سكر، حليب، حبهان. غالبا أي حد كيف قهوة هيستنكر جدا أي حاجة هتحطها على القهوة. يبقى احنا كده محتاجين نجاوب على 4 أسئلة. أول سؤال هو مين أصلا اللي اخترع الجبنة على القهوة؟ وتاني سؤال هو في نوع جبنة معين ولا أي نوع جبنة ممكن نستعمله على القهوة؟ ثالث سؤال والأهم، هم ليه أصلا بيحطوا الجبنة على القهوة؟ يعني إيه الحكاية ورا الموضوع ده؟ السؤال الأخير، يا ترى الموضوع ده ليه أي فايدة ممكن تنعكس علينا لو احنا لا سمح الله يعني حطينا الجبنة على القهوة؟ تعالوا مع بعض نشوف إجابة الأسئلة. أول ناس حطت الجبنة على القهوة هم السويديين مش السعوديين، وتحديدا في ليبلاند أقصى شمال السويد. والاختراع العظيم ده اسمه كافيوس. المفروض إن طعمه بيبقى عامل زي الاسبريسو تشيز كيك. طبعا أنا عمري ما دقت الاسبريسو تشيز كيك. كافيوس يعني تشيز ان كافي أو كافي تشيز. تاني سؤال كنا المفروض بنسأله هو في نوع جبنة معين بيحطوه على القهوة ولا أي جبنة ممكن تتحط؟ وفي نوع جبنة معين بيحطوه على القهوة. الجبنة ده اسمه ليبايوس، بالسويدي اسمها كده. المفروض ان هي في امريكا معروفة بحاجة اسمها فينيش سكويكي تشيز او بريد تشيز. المفروض ان الليبايوستو دي المفروض ان هم بيطبخوها في البيت، بيجيبوا الحليب البقري ويحطوا عليه ملح وسكر وبيطبخ بطريقه معينه في الفرن، وفي الاخر بتطلع الليبايوستو. لو احنا مش متوفر عندنا الليبايوستو، اقرب حاجه ليها الجبنه الحلوم او التشيدر تشيز. ثالث سؤال، هما ليه اصلا بيحطوا جبنه على القهوه وايه الحكايه ورا الموضوع ده؟ المفروض ان المنطقه اللي في شمال السويد دي المياه هناك بتبقى نقيه جدا وبيبقى ناقصها بعض من المعادن المهمه. الناس هناك لما بتشرب ميه كتير على مدار وقت او على مدار السنين بيحصل عندهم نقص في عنصر الصوديوم. الكافيوست بقى او الميكس ما بين القهوه والجبنه دي بيعوض النقص بتاع الصوديوم ده ومعادن تانية كتير. ولما اتفرجت على انترفيوز كتيره للناس اللي عايشه هناك بيقولوا ان دي حاجه قديمه جدا وتراديشنال عندهم. اجدادهم زمان كانوا بيطلعوا بره في السقعه والمفروض ان هم بيعملوا القهوه على نار وبعد ما بيغلوها بيحطوا عليها مكعبات الليبايوستو. والمفروض ان دي حاجه عندهم عندنا كده زي طبق الفول كده في الفطار، يعني دي حاجه مقدسه او ده البريكفاست بتاعهم. قطع الجبنه دي ما بتسيحش بحراره القهوه، هي بتبقى سبونجي شويه وبتبقى عامله زي السفنجه بتمتص القهوه. قطع الجبنه لما بياكلوها بعد ما بتتشرب شويه من القهوه فبالنسبه لهم طعمها ممتع جدا. ده بقى هياخدنا لرابع سؤال، هل القهوه او هل الجبنه على القهوه مفيده وليها قيمه غذائيه او صحيه عاليه تخلينا ان احنا ممكن يعني نجرب نعمل القصه دي؟ انا عن نفسي هجربها لانه انا مدمنه قهوه ومدمنه جبنه. انا اكسايتد جدا ان انا اجربه او ان انا احطه معايا في الفطار. طبعا الكافي يوست ده القيمه الغذائيه بتاعته عاليه لانه داخل فيه جبنه ونوع معين من الجبنه، فبالتالي في نسبه عاليه من البروتينات والدهون المفيده والكربوهيدرات، وطبعا هو مصدر اساسي للكالسيوم. تاني حاجه ان هو بيحسس بالشبع. تالت حاجه بقى بيحسن المود جدا. وعلى فكره الكافيوست هو مناسب جدا للناس اللي ضغطها واطي، هي جبنه حادقه شويه، بلس ان القهوه اصلا بتعلي الضغط. حابه دلوقتي اجرب معاكم ان احنا نحط الجبنه على القهوه. انا في الحقيقه ما دوقتهاش قبل كده وما جربتهاش قبل الفيديو يعني. طبعا انا يعني هجرب معاكم دلوقتي موضوع الجبنه على القهوه ده اللي هي السويس تشيز. ممكن نشوف بقى قصه او نشوف الدنيا دي طعمها عامل ازاي. ريحتها جميله، يعني هي ريحتها قهوه، ربنا يستر. طعمها حلو جدا، طعمها غريب، يعني الجبنه طعمها حلو، طعمها حلو. دوق القهوه بقى، حلوه جدا على فكره، حلوه جدا. الميكس ده احلى من الحاجه الحلوه مع الشاي. سوري، الحاجه الحلوه مع القهوه، نشرب قهوه. وجود الجبنه مقلل خالص من المراره بتاعه القهوه، فيها طعم كده كريمي ومدخن، لازم تجربوها، جميله. ده هيبقى فطاري كل يوم. وقعت على هدومي. عارفه الجبنه مع القهوه يعني لا،
جربوها يا جماعه، بجد جربوها مش هتندموا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.